ممكن اضخم في رمضان ولا كل الكلام ده مش هينفع ولا الوقت قصير؟ وازاي تضخم في رمضان؟ وهل ينفع تضخم في رمضان؟ واتمرن امتى في رمضان؟ ولو بنشف اتمرن امتى؟ ولو بضخم اتمرن امتى؟ اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله رمضان. اقول لك بقى عن تجربه حصلت معايا شخصيا. لو انت مش مشترك معانا في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان كل يوم بعمل حلقه عن رمضان وبعرفك ازاي تستغل رمضان صح وتوصل فيه لاحسن شكل ممكن، سواء كان هدفك تضخم او سواء كان هدفك تنشف، او لو انت شخص رياضي طبيعي عادي بتروح الجيم عادي وبتحافظ على صحتك بس مش اكتر. تعال اقول لك ازاي تضخم في رمضان وازاي تستفيد وتستغل رمضان ان انت تضخم. لو انت مشيت على الثلاث خطوات اللي انا هقولهم لك دول انت مش هتضخم بس، لا انت هتطلع باحسن شكل ممكن في رمضان. رمضان يوم زي اي يوم، وقت زي اي وقت، بس العكس ان الوقت بيكون ضيق شوية، بتجمع فيه وجبات في وقت قليل. وطبعا انت عارف عشان تضخم او انتوا عشان تضخموا محتاجين سعرات حراريه معينه تخش جسمكم، سواء دخلت في ساعتين سواء دخلت في 3 ساعات سواء دخلتها بقيه اليوم كامل. لازم تدخل السعرات الحراريه، لو دخلتها هتزيد ولو ما دخلتهاش هتخس. فتابع معايا الفيديو عشان اقول لك ازاي تضخم في رمضان. اغلب الناس بتكون فاكره ان هي مش هينفع تضخم في رمضان، ولكن الحقيقه العكس. هو الفكره بس انت بتتمرن امتى في الصيام، او بتتمرن قبل الصيام بعد الصيام ولا قبل الصيام، والفكره انت بتاكل ازاي. فدلوقتي هغير لكم الفكره دي تماما وهعرفك ازاي تضخم في رمضان. الناس اللي بتتمرن في رمضان قبل الفطار بتواجه مشاكل كتيره جدا لو هدفك تضخم. لو انت هدفك تضخم فمش هيكون ليك احسن حل انك تتمرن قبل الفطار، لان اولا مش هيكون عندك طاقه انك تكمل تمرينك. عضلاتك هتكون فاضيه من الجلايكوجين، مش هيكون فيه جلايكوجين اللي هو اساسا بيمد العضله بالطاقه اثناء التمرين، مش هيكون موجود عندك في العضله، فهتكون فاضيه. فمش هتحس انك قادر تتمرن، هتحس انك مهبط، هتحس انك مش قادر تكمل التمرين. تالت حاجه مش هترفع اوزان، وده برضو مش هيطور العضله، لان انتوا عارفين يا جماعه العضله بتتطور لما بتشيل وزن تقيل او لما بتتعرض لحاجه تقيله. فاعمل ايه الصح؟ ايه الصح؟ انك تستنى بعد الفطار بساعتين او 3 ساعات، تبدا فطارك مثلا بوجبه صحيه مكونه من 3 عناصر: الكارب والبروتين والدهون الصحيه. وما تزودش دهون صحيه كتير في وجبه الفطار، لان الدهون الصحيه بتقلل امتصاص الاكل، وانت طبعا محتاج الامتصاص يكون سريع في وجبه الفطار. فهتحاول على قد ما تقدر تقلل الدهون الصحيه، تكون حاجه خفيفه، وتاكل بروتين وكارب ودهون في وجبه الفطار. وهتستنى ساعه، ممكن تصلي العشاء وتصلي التراويح، وبعد كده برضه هتدخل وجبه غنيه فيها بالكربوهيدرات وفيها بروتينات، وبعد كده هتستنى ساعه وتروح تتمرن. يعني انت كده بعد الفطار ب3 ساعات اخدت وجبتين عشان جسمك يبدا يستوعب الاكل اللي دخله والعضلات تاخد الغذاء بتاعها، وتبدا تروح التمرين عندك طاقه، قادر تشيل اوزان، مركز انك تشيل اوزان، ما يحصلكش اي اصابه او اي حاجه، وتقدر تستفيد بالوقت بتاعك. ولكن لو انت ما عندكش اي وقت وما انتش عارف تتمرن غير قبل الفطار، يبقى انصحك انك تخفف الجهد شويه، ما تشيلش اوزان تقيله، ما تشيلش اي حاجه تقيله ان هي تعرضك للجفاف، وحاول انت تلعب شويه كارديو او تلعب اي حاجه قبل الفطار. وده انت هتكون مجبور عليه، بس مش هيكون اصح حاجه. ولكن يا جماعه اصح حاجه لو انت هدفك تضخم لازم تتمرن بعد الفطار، لان بعد التمرين عضلاتك بتكون محتاجه غذاء، وانت كده مش هتعرف تاكل غذاء. طب هتقول لي هتمرن قبل الفطار بساعه واخلص تمرين واروح اكل، برضه مش هيكون اصح حاجه. لازم لو انت هدفك تضخم لازم تتمرن بعد الفطار مش اقل من 3 ساعات، وتكون مدخل على الاقل وجبه الفطار، ووجبه كمان تكون غنيه بالكربوهيدرات عشان تيجي الجيم تبقى قادر تتمرن. وتاني حل معانا ازاي تاكل السعرات الحرارية اللي انت المفروض تاكلها من غير ما تملى بطنك وتكون زاحم معدتك على الفاضي. وهنا هتروح للحاجات اللي فيها نسبة سعرات حرارية عالية علشان تاكل منها كميات قليلة وتكون فيها نسبة سعرات حرارية عالية وجسمك يستفيد منها وتقدر تضخم. زي مثلا انك ممكن تاكل شوفان ومع عسل، مكسرات، كل الكلام ده فيه سعرات حرارية عالية جدا، ممكن تكمل احتياجك عادي منهم. ممكن تاكل لك مثلا من 3 ل4 وجبات وتبقى واخد احتياجك الكامل بالنسبه انك عايز تضخم. ركز على البروتينات في كل وجبه من الوجبات دي علشان تركز ان عضلاتك تزيد وتقدر تبني عضلات في شهر رمضان. السر الثالث ازاي تتجنب ان جسمك يحبس دهون وانت بتضخم. لو بتاكل سعرات زياده بدون تحكم، جسمك هيبدا ياخد السعرات الزياده دي ويخزنها دهون بدل ما تبني بيها عضلات.
فالحل انك تبدأ تنظم وجباتك، زي مثلا وجبة الفطار هتدخل فيها بروتين وكارب ودهون، وجبة ما قبل التمرين تكون غنية بالكارب، وبرضه وجبة السحور يكون فيها بروتينات بطيئة الامتصاص زي الزبادي زي الألبان. كل الكلام ده بيقلل الامتصاص، هيمد جسمك بالشبع، هيحسس عضلاتك ان هي مش ناقصها حاجة لمدة 8 ساعات، وده طبعا هيساعدك كتير جدا ان انت ما تحسش بالجوع. حاول تتابع ميزانك كل اسبوع، لو لقيت نفسك بتزيد دهون بشكل كبير حاول انت تقلل نسبة الكربوهيدرات وتزود نسبة البروتينات، هتلاقي نفسك بدأت تخسر دهون وتزيد عضلات بشكل احسن. استنوا الفيديو الجاي. ما تنسوش يا جماعة تعملوا سبسكرايب في القناة عشان تكونوا متابعين معانا الحلقات اللي جاية، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ارجع شوفها عشان تكون معانا وتستفيد من رمضان 100%. كان معاكم كابتن عزة، سلام.